السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم لابس ابيض، ليش؟ لان اشتاقت للمدير مال المدرسه. شلونك مديرنا العزيز اذا تشوفني؟ انا وسهلا. تتذكر بتجي توقف لي بالباب تقول لي ليش ملابس ابيض؟ اظل صافن عليك ما اعرف شو اجاوبك. قميصي وسخ ما مغسول، شو اقول لك؟ انا ليش دا اتذكر هاي السوالف؟ ضجت. خلي شويه ابرد قلبي بموزه خضراء. وات؟ خضراء؟ نعم، شايف الموز الاخضر؟ الموز الاخضر حصريا. احنا بالحلقات السابقه جربنا الموز الاحمر، موزه حمراء. شوف سبحان الله. وهذا الموز الاحمر من اندر انواع الموز. وجربنا الموز الصغير. شوف شرفك، شايف هيجي موز بعد. تفضل شوف هاي قدوتها، شوفها. هاي راح اجربها شباب. واليوم راح نجرب الموز الاخضر. متحمس؟ اذوق هسه يطلع ما مستوي. انا اللي اعرفه هو مستوي شباب، مستوي وكامل، وهو هيك شكله اخضر. تعالوا خلينا نفتح الموز. وشنو هاي؟ ضربنا بوري. هذا ما مستوي شباب، هذا ما مستوي. ضربنا بوري وايد قشر. ضربتوني بوري. وصار لي ساعة الموز الاخضر. طلع مستوي صدق، طلع ماكو موز اخضر. اخي الفشل باع شباب، طلع صدق يابس. لا وانا اقول موز اخضر. يا اخي نذوق طعمه بسم الله. خشبه. لو اقول لك ولا تقول لي ما مستوي شباب؟ ليش تقطعوه وتبيعوه هو بعد ما مستوي؟ اعتقد هذا يفيده للسكر. ما حبيته. انا حبالي هو لونه اخضر مثل الموز الاحمر، مستوي بس لونه اخضر. خلونا نطب على الثقيل، على الشغله الرهيبه. اليوم احب اقدم لك هذا العنب. شوف عبارة عن عنب عادي، صح لو لا؟ راح تقول لي شنو الغريب بالموضوع؟ الغريب بالموضوع هذا العنب بطعم شعر البنات. تخيل. شوف وش مكتوب عليه؟ مكتوب عليه كوتون كاندي، يعني شعر بنات بالانجليزي. باعوا هذا الشعر البنات مرسوم هنا. فهذا العنب على اساس بطعم شعر البنات. تعالوا خلي نفتحه ونذوقه. وات شباب؟ هاي شنو هاي؟ ريحته شعر بنات شباب، ما دا بالغ صدقوني. زين شلون؟ اوكو شلون يعني؟ شلون هو مو طبيعي ينزرع؟ شلون حطوا له نكهه؟ اللي عنده خبره شباب خلي يكتب لي بالتعليقات شلون ضافوا له هاي الريحه والنكهه اللي المفروض هي نكهه شعر بنات. هسه راح نذوقه. شوفوا هذا هو عنقود العنب. تعالوا خلي نذوق وحده. قول بسم الله. شنو هاي؟ هذا شنو هذا؟ ترى كارثة. سبحان الله. شلون شباب هاي؟ يعني جابين شعر بنات وزارعي ويا الشجرة، لو ضاربين الشجرة أبرة بنكهة الشعر بنات حتى تطلع لنا هيك عنب. بسم الله. مستحيل. بشرفكم اكتبوا لي بالتعليقات شلون مسوين هذا بطعم الشعر بنات. واو يا النكهة شباب، نكهته عبالك نكهة مال جيلاتين بطعم الشعر بنات. تحسوه مو نكهة عنب أبد. ما أعرف شلون أشرح لكم النكهة. أنا مبهور. يعني هو شكله عنب، ملمسه عنب، طعمه شعر بنات. ولا عبالك دارين فوقها نكهه، لا، النكهه قاعد تطلع لي من بطنه، من دا عضه تطلع لي نكهه الشعر بنات. اكتبوا لي بالتعليقات ضايقين هذا العنب لو لا. خلونا نروح على الفاكهه الغريبه اللي بعدها. اطيب عنب ضقته بحياتي. اوكي شباب، الفاكهه اللي بعدها راح اشوفها لكم، واذا عرفتوها اكتبوا لي اسمها، بس لا تضحكون علي. اريدكم تكتبون التعليق قبل لا اقول الجواب. الفاكهه اللي بعدها هي هاي الفاكهه. شنو هاي؟ خل اقربها لكم. قول لي شنو هاي؟ شنو هاي؟ شكلها منا كيوي. مو كيوي، هذا مو كيوي. احب اقول لك هاي الفاكهة اسمها فاكهة الشيكو. هاي اندر فاكهة بالعالم. تخيل. تعالوا خلي نشوف هاي الفاكهة شلون صايرة من الداخل. نقول بسم الله، نقصها. وات؟ شو هاي لينة؟ شنو هاي شكلها؟ كونان وايه. وشكلها من الداخل يشبه شكلها من الخارج. أنا قلت الداخل راح يطلع مختلف، بس مثل ما قاعد تشوفون نفس الشكل، ماكو فرق. ريحتها تشبه ريحة الطماطة. هذا هو شكل فاكهة الشيكو. تعالوا خلي نقطعها قطعة ثانية هيجي، نسويها مثل الرقي حتى نقدر نذوقها. وهسه اجتي مرحلة الذوق، حرفيا أول مرة أذوق هاي الفاكهة. بسم الله. نوايا. شنو هاي؟ طعمها كلش حلو، بس يا اخي ما اعرف شلون اشرح لك. طعمها يشبه طعم التمر. قاعد تفهمون الفكره؟ نكهتها نكهه تمر بالضبط. يعني ما اعرف هو هذا يمكن ادق شيء وصلت له. اقرب طعم ممكن اوصله الك اللي هي نكهه التمر، تمر منقع. بس طيبه تنكل. النوى مالتها يشبه نوى فاكهه القشطه. ما تعرف شنو فاكهه القشطه؟ روح ارجع على السلسله.
اكلناها، طعمها ما مطروق، حالاتها كلش قويه. اكتب لي بالتعليقات اذا ضايق فاكهه الشيكو لو لا. خلينا نروح على الفاكهه اللي بعدها. اوكي شباب، الفاكهه اللي بعدها كلكم ماكلين خوخ صح لو لا، وشايفين كل اصناف الخوخ. اليوم جايب لكم خوخ غريب اللي هو هذا الخوخ يسموه خوخ ماريانا الجبلي. تعالوا خلي نفتحه واشوفكم شكله. العب يا اخي شنو هذا؟ شكله كأنه مشمش بس مو مشمش. هذا هو خوخ ماريانا الجبلي، خوخ ما موجود بالعراق. هذا شكله ماكو هيجي خوخ صح لو لا. سعره غالي مو رخيص، مو مثل الخوخ العادي. هو اساسا الخوخ العادي هسه منازل مو وقته، فتخيل انا جبت لك خوخ هم منازل وهم نادر، بس تخيل. تعالوا خلي نفتح الخوخايه ونشوف شكلها من الداخل. نقول بسم الله. اوكي اكو نوايه بداخله حاله حال الخوخ. شنو هذا قوي؟ بعد شكله يعني نوايه وخوخايه. هذا هو شكله من الداخل، هاي النوايه ببطنه. تعالوا خلينا نذوقه ونقول بسم الله. شنو هذا؟ القشر مالته ايش قد قوي. قشره صلب شباب، يعني مو لين مثل الخوخ العادي. باع ينقرط. غريب طعمه، ابد ما يشبه طعم الخوخ العادي ولا يشبه طعم المشمش. ما اعرف المن يشبه. طبعا حالاته مو قويه بس طعمه مقبول نوعا ما، بس يبقى الخوخ الاصلي اللي احنا نعرفه اطيب. ما اعرف ضايقين هذا الخوخ وشايفيه؟ اكتبوا لي بالتعليقات. زين شايفين هاي الليمونه؟ شوف هاي الليمونه ايش قدوتها. شوف هذا يسموه ليمون بيبي، مو اكو برتقال هيك صغير. تعال خل ابهرك بشغله ثانيه على طار الشغلات الصغيره. اليوم جايب لك هذا الخيار. هذا شباب خيار بيبي افريقي، يعني جاي من افريقيا. هذا هو حجمه الطبيعي، اصغر خيار بالعالم. تعالوا خلي نذوقه. بعد البطن مالته ريحه خيار. شوفوا بطنه من الداخل، هذا هو شكله من الداخل، يعني حتى شكله من الداخل غريب. ماكو هيك خيار صح لو لا. خلينا نذوق بسم الله. طعمه طعم الخيار بس ناشف، ما بيه مي. ما اقدر اكل القشر لان ما غاسله، لازم اغسله. شايف لك هيك خيار؟ اكتب لي بالتعليقات حبيبي. نص ونص، مو كلش حبيت. تعالوا خلي نحلي ناكل شيء حلو. بما انه احنا كنا عنب، فاني مشتهي شيء يشبه العنب بس مو عنب، ويشبه الكشمش بس مو كشمش، ولونه لون الرمان بس مو رمان. فلقيت هاي الفاكهه. تعال اشوفها الك. نفس ما طلبت. عنب بس مو عنب، لونه لون الرمان بس مو رمان، شكله مثل الكشمش بس مو كشمش. تفضل شوف شلون شكله غريب. شوف هذا اسمه جراند بيري احمر لانه بيه الوان بعد. تعالوا خلي نذوقه. نقول بسم الله. شنو هالطعمه؟ حامض حلو. واو طعمه يشبه طعم الجوجة ويشبه طعم الفراولة، تخبطهم سوا تطلع لك نكهة تشبه هاي النكهة. واو حبيت النكهة الشقة. ايش واحد تقبل تحطها بحلقك هيك. خلاص. اذا تريد تشتري من هاي الفواكه الغريبة بس اكتب ابو جلدة بالانستغرام، راح يطلع لك حسابه تقدر تطلب منه فواكه غريبة. اوكي؟ اعشق هاي السلسلة لان لساني تمر عليه نكهات ما ضايقهن. اليوم راح اشوفك تمر المستقبل، احدث تمر بالعالم. تفضل. احب اقدم لك اول تمر بطعم الكاكاو الابيض، وثاني كاكاو بطعم جوز الهند. مد ايدك شوف شلون مغلف. شوف التمرايه تفتحها، شوف وعلى الابداع. تخيل هاي تمره مغطاة بشوكولاتة بيضاء. شوف شوف تمر لو مو تمر هذا فتشي. تعالوا خلينا نجرب الطعام. بسم الله. شنو هاي؟ بطنها لوز. مكان النوايه مال التمر حاطين لك لوزايه. شوف هنا ايش كاتب لك؟ تمر ببطنه لوز مغطى بالكاكاو الابيض. النكهه عالم ثاني يا عيال. تعالوا خلي نجرب تمر بجوز الهند. هذا شفاف يا عيال، شفاف. هاي مغطاة بكاكاو وجوز الهند. باعوا. شوف التمرايه باعوا. بسم الله. واو تحسها تمرايه مغمسيها بالنوتيلا. وات؟ الا اقولها لامي برمضان تسويها، تجيب تمر تسوي دوائر وتجيب نوتيلا تحميها شويه على النار حتى تذوب وتغطسها وتطلعها وتحطها بالثلاجه حتى تبرد. بس تخيل النكهه. وبما انه احنا اكلنا تمر يعني اكلنا حلويات، وعلى طار الحلويات لازم اليوم اشوفكم حلويات غريبه وما مطروقه عندنا بالعراق. فاليوم جايب لك بيضه الكيت كات. تخيل بيضه كاكاو مال كيت كات ببطنها كيت كات. خلي نفتحها. شوف شكل باع.
هوبا لا توقع يا معود، لا توقع يا معود. باعوا هاي ما بيها كاكاو، العفو ما بيها كيت كات، عبالي بطنها كيت كات. يعني شنو نستلتين وبيضة، بيضة فارغة. شلون بيضة هاي؟ الصغار اللي يشوفوني قالوا اريد بناية بابا جيب لي هاي البيضة. جيب لي جيب لي ريحتها كيت كات. واو وين النكهة. خلي نحطها بالكيس مالته لا ندبق. تحس وجه كاكاو اصلي. حبيت بس لو حاطيني ببطنها نساتل كان صارت رهيبة. وعلى طار الكيت كات اليوم جايب لكم كيت كات بطعم القهوة. نعم شوف هذا منين جايبه اني؟ جايبه من كوريا اعتقد. شوفوا هذا كوري. جماعة الكوريين. اوه شنو هاي؟ كأنها جريدة بعد كيس. شوفوا ينشق ورقة هاي شباب. اسمع هاي ASMR. جماعة الراحة النفسية. شايفين هذول جماعة ASMR اللي يسوون 24 ساعة. عموما ايش قدوته الكيت كات هاي كله تشوري حجي. ما نشتري غير بس التشوريين. شوفوا كيت كات بطعم القهوة. عبالك لا حجي. شنو هاي سودة؟ شوف وات شو قدوتها. واو شوف مكتوب كيت كات. نشوفها تعالوا خلينا نجربها. بسم الله. مرة بالدين الإسلامي من تاكل شيء يبقى بيدك لازم تلطعه وبعدين تروح تغسل ايدك. ليش؟ حتى تضمن ماكو شيء يروح بالمغسله، كله بالمعده. نعمه. تعلم شلون تحترم النعمه. واذا ما تعرف هاي السوالف انا سابقا منزل لك فيديو او سلسله اسمها فيديو غير حياتك، اعتقد الجزء الثاني حاكي بيه بهاي السوالف مال آداب الطعام وآداب الشراب وشلون تشرب مي وشلون تاكل. يفيدك هذا الفيديو. اوكي نايس كيت كات بس مره. اما النستله اللي بعدها هي سنيكرز بطعم الفراوله. تخيل وينك سنيكرز بطعم الفراوله؟ ها ما صار. وين بياسواق؟ وين يبيعوها بياسواق؟ ها بعد ريحة الفراولة عاطة. شوف وي دي شوفنا بالليل. شلونك حبيبي؟ بسم الله. هو لذيذ مفيد للصحة. طبعا المتابعين خبصوني. جرب الاندومي الكوري. اليوم قررت اجرب مو الاندومي الكوري، اليوم قررت اجرب الاندومي الصيني. صيني ده ولا مش صيني؟ صيني. بيطعم هذا يقول لك بطعم الياكيتوري تشيكن. بطعم الياكيتوري تشيكن، دجاج الياكيتوري. زين هذا النكهه مذبوح على الطريقه الاسلاميه. نكهه شلون تنذبح على الطريقه الاسلاميه؟ تعالوا خلينا نفتح الياكيتوري. وات باع شكله شباب من جوه. شو شباب هذا بس يطلع صراصر. الجبن هذا يا اخي بس اترجم شنو هذا. شنو بيه؟ ما اريد اجربه. اندومي صيني وياكيتوري شنو؟ زين هذا الدعابل شنو ذن الصغار؟ حس الجنح مال المردانه. خليه بعيد عمي خليه. والان مع عشاق المشروبات اليوم جايب لك 7 بطعم التوت. تخيل 7 بس بطعم التوت. توت ده ولا مش توت؟ وبنفس الوقت جايب لك 7 بطعم الاناناس. ما مدري مكلو. لا شوف اناناس ده ولا مش اناناس؟ 7 ده ولا مش 7؟ ما مطروق. شغلات ما مطروقه حجي. ولك 7 بطعم التوت. هو 7 عادي طبيعي حامض بالليمون. بسم الله. طفرت ما تقول لي. بسم الله. شنو هاي؟ شنو هذا؟ لو باقين على 7 العادي احسن لنا. طعمه شيء الطعم دوه. خلينا نجرب هذا 7 بطعم الاناناس. ريحة اناناس. بسم الله. هذا مقبول شباب. نعم لا تشتري 7 التوت بل اشتري 7 الاناناس. شقاقي طعمه طعم ال7 بيحمضه شوية نكهة الاناناس. I like this 7 I like. والآن مع عشاق الحموضة جايب لكم أحمض مشروب بالعالم اللي هو هذا صودة حامضة بطعم التوت الحامض. أوكي خلينا نجربه. شوفوا حتى رسمي لك واحد شو مسوي. شوفوا وجهه هيك يعني قد محموضة على أساس. أوكي شكله أحمر. ريحته نفس هذا ريحة الدواء نفس ريحة ال7 يمكن نكهة التوت. بسم الله. شنو هذا؟ صدق صار وجهي هيجي يشبهني. يا محموضة. لا شباب هذا قوي. أما يشرب هيك حموضة.
بس هاي الحموضه اللي هسه ضقناها ما راح توصل لهاي الحموضه اللي هسه راح تشوفوها. جايب لكم عباره عن جيلاتين من نفس الشركه مال هذا. ايش مسوي؟ باعوه هذا، شوفوا شكله. هاي عباره عن جيلاتين، شوفوا هاي الجيلاتين بيها طن حموضه. ليش تعبالك اللي هنا وبس؟ لا، انا جايب لك وياها صلصه الحموضه، راح اديرها فوق الجيلاتين واكلها، ومن نفس الشركه مال هذا اللي هيك مسوي. شوفوا نفس الشركه بالضبط. تعالوا خلينا نفتح هاي الصلصه مثل ما قاعد تشوفون، تجي عباره عن عصارتين. نفتح هاي هيك. اوكي، باعوا عصارات هيك تدير فوق الشغله اللي تريدها تسويها حامضه. تعالوا خلي نفتح طريقه السن. خلونا ناخذ واحده نجربها شو صار شكلها. خلونا بالبدايه ناكلها بدون كل شيء. بسم الله. يعني لا، بدت تحمض. تعالوا هسه ندير فوقها الصلصه مالتنا الجميله. شوفوا. اوكي بسم الله. شكرا وسهلا. يا شنو هاي؟ جتني فكره، ناخذ قطعه من الجيلاتين. شويه. اللي هنا. شكرا وسهلا. بما انه الحلق عطل، خلنا ننتقل من الحموضه للحراره. فاليوم شنو جايب لك؟ الشوكليت الحار. تفضل. هذا الشوكليت حجي يقولون حار، اي حتى اسمه فاير، اسمه نار. هذا مو شوكليت، هذا مسقول. هذا مسقول. شوفوا شكله. طبعا ريحته ريحه دارسين لو ما دارسين. نطلع المسقوله الحاره المفروض على اساس من لونها ما يبشر بخير. بسم الله. عضها لو ظل هيك بس، هاي ما تلعبها، لازم هيك تظل تلعب بيها. وين الحرارة؟ ماكو حرارة. قافتها. اوكي، بدت الحرارة تطلع. اوكي من كل ما قرص احسن حل طلعها. طلعت من تقرطها شلون صار احمر. طلعت من تقرطها تطلع الحرارة. اوكي، هذا الشوكليت الحار، هذا المسقول الحار. العفو غلطت. شوفوا جايب لكم الشوكليت الحار فاير، ببطنه الشوكليت الحار. وهاي هي احر شوكليته بالعالم. بدون لا اناقش ولا تناقشني. بسم الله. ماكو اي حرارة، يعني شوية بيها حرارة صح. لا شوي قامت تصعد. كمان مين؟ شو اللي جابرني دا اسوي هاي السوالف؟ ليش اصلا صانعين هاي السوالف؟ ليش صانعين هاي الشوكليت؟ ليش صانعيه؟ طجنا ب7 بالاناناس. لسان رجع طبيعي. قبل شوي كان احمر. تعالوا خلي نصعد الليفل اكثر، تمام؟ وخلي نضرب تشيبس. بس هالمره ايش جايب لكم تشيبس منقرض اصلا ما موجود بالسوق، اللي هو تشيبس ليز. شوف ايش مكتوب عليه، حار نار بالفلفل. وجايب لك تشيبس دوريتوس بنكهه جبن الناتشو الحاره. وجايب لك تشيبس تشيتوس الصيني، مدري الكوري، اعتقد صيني هذا مثل ما قاعد تشوفون، هم حار. فهذني احر 3 تشبوسه بالعالم على اساس. فتعالوا خلينا نجربهم واحد ونقيمهم ونشوف شنو اكثر واحد حار. نبلش بالبدايه بتشيبس ليز نكهه الفلفل. بسم الله. اوكي، ريحه الفلفل طبت بخشمي. شوف الشيبسايه مال الليز. وينكو هسه الليز بالفلفل الحار؟ وينكو هسه بعد ماكو انقرض. بسم الله. كل اول وحده ما تحس بيها. اوكي، لا حسيت. ركز بابا، ركز. مو بسرعه يتفاعل الفلفل ويا اللسان. تعطيه ميال يتفاعل. بسم الله. شوف اضرب لك هوايه وشوف لسانك يقاوم لو لا. اي نايس. اكو حراره بس يعني حلوه تقدر تقاومها. تقييمي للليز 9 من 10 لانه طيب وحار زين. يعني مو زين حرارته، مو زين، لا تظل تكذب عليهم. زين حرارته حلوه تستمتع بيها. باعس اشتهيتها باعوا. بس لسانك يبرد تريد بعد تاكل. تعالوا هسه خلينا نجرب الدوريتوس اللي هو اسمه 3D. اوكي، بريحه فلفل اخضر. يجي بهذا الشكل. باعوه لانه 3D صاير على شكل 3D منفوخ. هذا بنكهه جبنه الناتشو الحاره. بسم الله. ما دا احس بشيء، يمكن لساني خرب. بسم الله. طيب حرارته اهون من الليز، بس يبقى الليز يا اخي عشق. ما اعرف ليش احب شركه ليز او ليز، شو يسموها ما اعرف. ينجرع اهون من الليز. والان مع البطل تشيتوس اللي هو المفروض هذا احر تشيبس المفروض. بسم الله.
شنو شبيك؟ الا طريقة السن. لا ما يحتاج طريقة السن. باع شكله. شوف. اوكي. شوف لي هاي مو شيبساية، فلفلاية عبالك. خلونا نجربها ونقول بسم الله. اوكي. وين طعم الفلفل هنا؟ فلفل نبات كلش طالع. هذا مو مثل اللي تحس حاطين له هيك فلفل مطحون. هذا لا، من تاكله تحس صدق قاعد تقرط فلفلايه. انت كامل ليش تاكل بس هذا شنو؟ هذا تشيتوس. هذا احر شيبس ممكن تذوقه هذا، بس اطيب واحد اكلته هو ليز. احس لساني يتشنج. دقيقه خلينا نجربه. لا مضبوط شغال. ايش عبالك؟ ايش عابفك؟ طبعا حتى نوخر الحرورة من الحلق يحتاج لنا شيء بارد. نحتاج موطة شباب، ايس كريم يعني. اللي ما يشوفنا من غير دول احنا نسمي الايس كريم موطة، فنحتاج ايس كريم شباب. فجبت اني هاي شنو هاي؟ هذا ضاع نفسه هذا ابو الحموضة. بس شنو هنا الفكرة شباب؟ شوفوا عبارة عن باكيت. شوفوا شنو بيه. شنو ذني؟ من يعرف شنو ذني؟ هذني تحطهم بالثلاجة يجمدن ويصيرن عبارة عن قالب ثلج وتاكل بيهن. من كنا صغار كانوا يبيعوهن بالمحلات 2 بربع وهيك شيء. بس هذا نوع حامض المشكلة، وبنفس الوقت جايب لك هذا الباكيت. شنو بيه؟ بعبارة عن مثل السائل بطعم الفراولة. شوفوا هذا تحطه بالثلاجة يجمد، تقصه من هنا من يجمد وتفتحه هيجي وتاكل بيه مثل الموطة اللي هو شوفوا مثل هذا الشكل يصير، يطلع هيجي من فوق عبارة عن قالب ثلج تاكل بيه. تمام. خلينا نروح نجمدهن ونرجع لكم. حطيت العصير بالثلاجة عبالي يجمد، انتظرته ساعة ساعتين 3 ساعات ماكو. اليوم الثاني يا عيال. واخيرا احب اقدم لكم الموطة. شوف تفضل. تعالوا خلي نجرب. حركة السن ماكو. رافضين يا عيال. رافض ينفتح. بسم الله. حامض يا عيال بس طيب. انا ادري بي قمت السلك هسه على هاي الموطة والدنيا ليل، قمت اتمطق. اتذكر من كنت بالمدرسه قبل بالابتدائيه كان اكو واحد بيتهم قبال مدرستنا هيجي يقعد ويطلع ابنه حاط صينيه على طبله ومجمد بيها مثل هذن الاكياسه، بس حاط بيه لبن جامد وشربت هم يخبطه ويجمده واحنا نشتري وناكل من ذني. وكان اكو واحد ابو لبلبي يبيع لبلبي. اللي ما يعرف شنو لبلبي اللي يشوفونه من غير دول اكتب لبلبي بالجوجل. كنا نشتري لبلبي بالتشيس، فهو ابو اللبلبي كان يصب لنا لبلبي ويحط لنا بالتشيس ويا مي ويشد التشيس ويعطينا اياه. انا كنت شو اسوي؟ ازرف التشيس واشرب المي كله لحد ما يبقى بس الحمص بالتشيس، اجعصه بالتشيس وهيجي واكله. كم واحد بيكم مسويها؟ نايس. هسه نجي على هذا اللي جمدناه. تفتحه من هنا تشك. شوفوا هيك نشق بشكل طبيعي. ويلي بعد الريحه طلعت. شوف هيك يطلع تاكل بيه. بسم الله. هذا شباب كلش حامض بس هذا حلو. واو ما ادري ليش الصغار يحبون الثلج، ما اعرف ليش. طيب لذيذ. انا بس اريد اعرف شغله، انت من تجمد عصير وتظل هيجي تسحب بيه راح تسحب العصير البيه، شو راح يبقى؟ راح يبقى بس الثلج اللي هو لونه ابيض. زين بلا زحمه السؤال هو اذا احنا سحبنا العصير هذا الثلج مال شنو؟ اذا احنا العصير شفطناه هذا الثلج منين طلع؟ المفروض العصير ما ينسحب لان هو العصير متجمد، يعني هو هذا الثلج ناتج عن شنو غير عن العصير. زين انت اذا تشفط العصير شلون يبقى الثلج وحده؟ قاعد تفتهمني لو لا؟ بحيث حتى الثلج يصير ما بيطعم كانما مي جامد صار. طيب شرفك قاعد تباع على واحد يقرا الثلج. خلصت الحلقه حبيبي، خلصت الحلقه. خلصت الحلقة. سيمك بيدش ما حد يفيدك، افتهمتي لو لا؟ سيمك بيدش ما حد يفيدك، افتهمتي لو لا؟ قلت لك خلصت الحلقة.